السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ومكملين معاكم في وصفات العيد. النهاردة ان شاء الله عاملين طواجن لحمة الراس زي اللي بناكلها في المطاعم واحسن كمان. طريقتها سهلة وبسيطة جدا عشان خاطر بناتنا الحلوين سنة اولى مطبخ تقدر تنفذها بكل سهولة، كمان مش بتاخد معاك وقت. جايبالك الطريقة بالتفصيل، مش سايبالك ولا تكاية فيها. قلتلك على كل حاجة عشان تقدري تطلعي طاجن حلو بالشكل ده كده وطعمه كمان احلى واحلى. تابعي معايا لاخر الفيديو وشوفي احنا عملنا وصفتنا ازاي. بس لو عجبتك وصفتي ما تنسيش تعملي لي متابعة على الفيس، ولو انت بتشوفيني على اليوتيوب ما تنسيش تعملي لي اشتراك في قناتي وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا نسمي بالله ونبدأ وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، هتقدري تنفذيها ان شاء الله. بس نفذيها زي ما انا عاملاها كده في الفيديو، وبنفس الطريقة هتطلع معاكي حلوة ان شاء الله. لحمة الراس هبدأ معاكي بيها من اول الشوربة، يعني هجيب لك فيها كل حاجة عشان تطلعي لحمة راس ريحتها حلوة كده وشوربتها ريحتها حلوة ومش لزجة. هعمل ايه؟ حطيت مية بتغلي، حطيت فيها لحمة الراس، غليت معايا 3-4 غلوات زي ما انت شايفة كده. بص بقى الريم اللي على وشها وشايفة لون الشوربة. هتخلص بقى من الشوربة دي، يعني انا مش هسويها فيها، هكبها وهشطفها. بس هشطفها بميه سخنه، يعني ما تحطش عليها ميه ساقعه. ميه ساقعه هتخليها تتاخر معاكي في السوا، فانا هتخلص من ميه وهشطفها بميه سخنه. شايفه بالشكل ده كده اهو. كبيت الميه زي ما قلت لك، غسلتها 3 مرات بميه سخنه. غليت بقى كاتل الميه بالشكل ده كده اهو، وهنزل عليها ايه بميه مغليه كده، لانك لو حطيت عليها ميه ساقعه من الحنفيه وهي سخنه كده هتاخر معاكي السوا جامد. شايفه بقى شكل الشوربه بقى رايق معايا ازاي ونضيفه. هنزل بقى بالحاجات دي. معايا هنا ايه؟ معايا بصل، ومعايا طماطمايه، معايا قرن فلفل، ورق لوري، قرفه خشب، ومعايا بقى زعتر، وزر الورد اللي هو الورق الاحمر ده، وحبهان وقرنفل. تمام، يعني كل ده اللي عندي. انت اللي عندك بقى، لو انت ما عندكش الحاجه اي توابل شوربه عندك حطها لها، يعني ما تقفيش على حاجه، لان التوابل دي كمان يعني هتديها لك ريحه حلوه، هتخلي ريحه لحمه الراس والشوربه بتاعتها ريحتها حلوه. يعني مش هتشمي لريحه الشوربه او لحمه الراس اي ريحه، اي ريحه زفاره. الحاجات دي كلها بقى اللي احنا عملناها فيها هتضيع لك اي ريحه زفاره في لحمه الراس. لحمه الراس او الكوارع، الحاجتين الاتنين دول لما تيجي تعمليهم اعمليهم بنفس الطريقه دي كده. اللحمه هنا استوت معايا 3/4 سوا. ضفت لها بقى الملح. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بصوا شكل الشوربه بسم الله ما شاء الله. شايفه لونها ابيض؟ بص شكلها، شايفه؟ بعد ما استوت معايا 3/4 سوا هطلعها بقى في مصفى عشان خاطر تصفي ايه، تصفي ميتها، يعني صفي الشوربه اللي فيها دي كده عشان اكمل بقيه الوصفه. هسيبها بقى تصفي الشوربه بتاعتها بالشكل ده كده. معايا هنا صينيه، نزلت بمعلقتين زيت على معلقتين سمنه وهسيبهم يسخنوا. السمنه هنا سخنت معايا قوي. هنزل بقى معايا بلحمه الراس. لو انت حابه تخليها من العظم على فكره ممكن تخليها من العظم براحتك، بس انا هعملها زي ما هي كده.
انا هنا حمرتها اديتها لون حلو بالشكل ده كده اهو في التحمير. هنزل بقى عليها بالبصل، بصل مقطعه شرايح بالشكل ده كده اهو. انا مقطعه 3 بصلات كبار. هنزل بمعلقه ثوم معايا بالشكل ده كده برضو، وهقلبها فيها بالشكل ده كده. انا مش هخلي البصل ياخد لون معايا، انا يا دوبك بس ايه يدبل معايا بس كده، مش عايزه لا توم ولا بصل ياخد لون معايا. هقلبها بس كده في البصل والثوم بالشكل ده كده اهو تقليبه. هنزل بقى بفلفل احمر وفلفل اخضر بالشكل ده كده اهو. هو الفلفل بارد، يعني لو انت مش عايزاها بتحرق، انا الفلفل اللي معايا ده فلفل بارد. عايزاها بتحرق قطع لها قرن بيحرق، فبراحتك. بديها تقليبه بالشكل ده كده اهو. هنزل بقى معايا بالتوابل بتاعتي اهي. معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه بابريكا، معلقه توم على بصل بودر. هنزل بهم بالشكل ده كده اهو، ومعاهم معلقه توابل لحمه. وهقلب بقى الكلام ده كله ببعضه كده. بالشكل ده كده اهو. معلقه ملح، معلقه صغيره ملح. هنزل بقى بطماطم ضربها في الخلاط بالشكل ده كده اهي. بعد ما حطيت لها الطماطم هسيبها بقى تغلي غلوتين على عين البوتاجاز الاول بالشكل ده كده. انا هنا خليتها غليت معايا شويه اهي على النار، يبقى 10 دقايق كده. هحطها بقى ايه، هحطها في الطواجن. الطواجن دي انا دخلتها الفرن سخنتها، وطلعتها هغرف فيها، ومسخنه برضو الفرن قبلها. اي حاجه هتدخلها الفرن لازم تكوني مسخنه الفرن ايه قبل ما تدخليها. بعد ما غرفتها بالشكل ده كده في الطواجن هدخلها بقى الفرن. دخلتها في الفرن من تحت بالشكل ده كده، وهسيبها بقى تكمل سواها. انا هنا رفعتها بقى على الشبكه اهي عشان تاخد ايه لون من فوق والشاي يحمر. ادي الطواجن بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن خدت لون وبقت حلوه بالشكل ده كده اهو. شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. تقدري تقدميها جنب رز ابيض، تعملي معاها رز ابيض، تقدري تاكليها بالعيش البلدي كده وطبق مخلل جنبها، هتبقى حلوه قوي. انا بس بديك الفكره وانت براحتك اعملي اللي انت عايزاه. كمان ده اكل بيتي احنا عاملينه بنفسنا وضامنين نظافته، ضامنين وعارفين احنا عاملينه ازاي وعارفين احنا عملنا ايه. احسن من اكل الشارع، يعني حاجه نظيفه كده انت عاملاها لاولادك في بيتك. شوف احنا نضفناها وعملنا فيها ايه.
لو بره الله اعلم مش هينضفوها بالشكل ده كده زي ما احنا ما بنعمل يا ستات البيوت. شايفه كمان الشوربه بتاعتها بصي بيضه وشفافه ازاي، يعني حاجه نظيفه انت ضمناها بايديك.